قائد الفريق 38 سنة لهيردي، لعب مثل زاخو والميناء والنفط وبيرس، بدأ من بيرس وحتى وصل إلى هذه المحطة في أربيل. نقلة في منطقة الجزاء في انتظار الرأسية، الله، عرضية مثالية ورأس خلفها هدف أول. يأتي هشام أحمد وخيار جيد من خالد محمد صبار. التفوق والتقدم يأتي، أول كرة للصناعة في منطقة الجزاء. وبالذكريات وبالتاريخ القديم هكذا هو الصناعة، يمرض ولا يموت، يمرض ولا يموت. وخالد محمد صبار هنا يعطي التعليمات، لا يأمن على هذا الهدف، وبالتالي هذا الواضح أمامك. هشام أحمد القادم من الأنيق يضع الصناعة في المقدمة، عرضية مثالية قراها صح، وضعها في رأسه جنب القائم، وبالتالي هنالك الأمور صعبة. لاحظ كرة عرضية وصلت والرأسية والكرة في المرمى، هكذا فعلها هشام أحمد. عرضية محمد عدنان، ارتقى ما بين أحمد إبراهيم وهيردي سايمند، والمشاكل في قلب الدفاع لا زالت مستمرة. لاحظ خطأ في المراقبة، لاعبين على لاعب، وبالتالي تمكن من هذه الكرة لاعب الصناعة أن يضعها في المرمى. لاحظ ارتقاء رائع، والكرة صعبة 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 جدا على جولي، والكرة في المرمى. هذا حسن عاشور، وهنا التدخل موجود. محمد محسن يحاول على الكرة، مرتدة الآن، مرتدة مع سقوط محمد محسن، نقلة على الجانب، الكرة إلى محمد عدنان، سرعة عند دوحي في كرة. محمد عدنان دوحي على كرة يحاول ينقلها باتجاه كريسو، الثاني 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 الثاني، وهشام أحمد يسجل الهدف الثاني في نفس الطريقة وبالنفس الصانع ومن نفس المسجل. هكذا هي الصناعة، هكذا هي الصناعة، هنا تظهر وهنا يبان برقها في ملعب من؟ في ملعب فرانسو حريري. هشام أحمد القادم من الأنيق إلى الصناعة، وهذا صبار، والحديث موجود. لا زال خالد يبحث عن الانتصار. هنا هشام أحمد هو من سجل، هو من تألق، وهو من وضع. وهذه الرأس الذهبية وضعت هدفين. هنا نفس الصانع، تفاهم كبير، أحمد إبراهيم لا توقيت لا تركيز، وغضب كبير، تأخر في الخروج من حارس المرمى، يقول نعم، ولكن السبب في قلبي الدفاع وليس حارس المرمى. طار، حلق، وضع الكرة في المرمى. لاحظ العرضية وحلق ولو في مستوى ليس بالمرتفع، ولكن وضع الكرة في المرمى. هكذا هشام أحمد. إذن بالتنفيذ كرة ترسل في منطقة الجزاء، لكن المتابعة غائبة، وهذه مرتدة عند علي جمعة. علي يحاول يجري علي بهذه الكرة في انتظار كريس، في انتظار وصول كريس. علي جمعة ينتظر، وهنا كريس يحاول يسرق الخطوط الدفاعية لأربيل. محاولة وكريس يمرر، لا 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 وألف لا. هشام محمد يضع الهاتريك. وماذا يجري في دفاعات هولير؟ ماذا يجري في أربيل؟ ثلاثية زرقاء بتوقيع واحد وبقلم واحد لهشام أحمد. هو من يسجل الآن، هو من يضع الكرة في المرمى الآن. هكذا هي الأمور، هكذا هي الأحوال، هكذا هي الأوضاع. وماذا يجري في أولير؟ القلعة هدمت في هذه الليلة، القلعة هدمت. ويا غازي يا فهد، ما يجري حالا صعبا ومريرا لا يمكن تحوله. كيف لا، كيف لا، وهذه الدفاعات المكشوفة. الصناعة يتألق ويتفوق ويتعملق، وهشام أحمد يأخذ المكان ويعطي ما لديه. لاحظ هنا كريس، وهنا الكرة نقلت في بالخطأ من حسن عاشور، وعاشور هو من أسكن الكرة في الشباك. هدف عكسي. لاحظ هنا كريس، الكرة مررت وتدخل حسن عاشور. هل كان هدف عكسي أم إن هشام أحمد؟ لاحظ، نعم، حسن عاشور هو من سجل هذا الهدف العكسي.
المسافات البعيدة من الكرات الثابتة أو بالتمريرات. هذا خطأ من هيليو مونتيرا. فرصة لرابع، فرصة لرابع. هنا الكارثة تحدث الآن، تحدث الآن، والهاتريك والرابع، والهاتريك والرابع. هذا خالد محمد صبار هنا يفرح ويضحك، ومن أسعد من خالد محمد صبار في هذه الدقائق. وضعت الصناعة أربيل في موقف صعب جدا جدا، وهشام أحمد لم يحتسب الهدف الثالث له، أصر وسجل الرابع والهاتريك لهشام أحمد. هنا الفرحة على طريقته الخاصة في فرانسو حريري. القلعة تهدم والآن الصناعة يسجل الرابع. هذا ما يحدث الآن، هذا ما يحدث الآن. لاحظ الخطأ من هيليو مونتيرو، سرقها. وماذا عسى حسين علي أن يفعل؟ حاول ولكن وضعها في مكان صعب. ولاحظ هنا الخطأ والمرور والانطلاقة بالسرعة. مهاجم متوهج لأن يسجل الأهداف فعلها، وهو الآن يسجل ثلاثية. لاحظ خطأ كبير من هيليو مونتيرو، أخرج سيمنت حتى يصحح الخطأ، وأتاه خطأ أكبر ضربهم بالرابع. وهذا هشام أحمد